الجزيرة الخسارة التاريخية 3-7 في الجولة العاشرة. وهذه كرة خطيرة خطيرة للشباب. جول يأتي لوفانور بالخبر المفرح للجوارح الآن بهدف أول. الله الله يا شبابي، الله الله يا شبابي، اللاعب اللي غاب عن التسجيل في آخر 14 جولة في الدوري لوفانور يعود إلى الشباك من هذه الكرة ومن هذه التصويبة. هدفه الشخصي الثاني بالمناسبة في بطولة الدوري، لأن الجولة الأولى سجل هدفه الشخصي الأول في مرمى الشارجة، والآن في الجولة 16 لوفانور يعود مرة أخرى لزيارة الشباك ويعلن عن الشباب على ملعب بنياس. على ملعب الشباب طبعا يفوز، لكن على ملعب بنياس يجد صعوبات كبيرة. الله الله الله، إنه جمال حقيقي في كرة القدم، وإنها متعة وسحر بأقدام توماس دي فينسنتي تقدم في هذه الكرة المثيرة الجميلة العجيبة الرائعة، فيها كل شيء جميل. الله 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 الله, الله. شوف شلون حطها، شوف شلون حطها بشكل ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع. هدف من الأهداف الجميلة في دورينا. توماس دي فينسنتي يسجل هدفه الشخصي السابع بشعار الشباب، لكن غير كافية. كرة موجودة للجهة اليمنى، يتحرك الآن مانع محمد ويتقدم للأمام ويرسل كرة عالية. لوفانور باستلام وتوماس دوران، وبعد ذلك تمرير وصلت إلى حسن، إلى مانع محمد، يرسل كرة خطيرة، فرصة، جول. يا سلام، إنها ليلة خضراء وإبداعات لوفانور. الجوارح يعود للتحليق ويعود للتقدم بضربة رأسية للاعب الأفضل في المباراة لوفانور. هذا هو نجم النجوم، وهذا هو اللاعب اللي بالفعل غاب طويلا عن التسجيل، لكنها أمسية يستعيد فيها إمكانياته التهديفية. شوف معاي، الشوط الأول سجل بالقدم، والشوط الثاني سجل بالراس. وارفع راسك أنت شبابي الآن، لأن الفريق الأخضر تقدم بهدف ثالث وأصبحت الأمور عند 3-2. لوفانور شوف صعبة جدا على حارس المرمى، وضعها بكل خبرة، وضعها في زاوية صعبة، ما كان مراقب. لاعب بقيمة لوفانور هل يعقل أن يترك بهذه الصورة؟ وعندما يترك بهذه الصورة، المستمرين من الموسم الماضي 4. كوزمن موجود، وطبعا محمد قويض، وهذه كرة خطيرة للوفانور بحثا عن هاتريك، وهدف النهاية في ليلة خضراء، في ليلة شبابية خالصة. الجوارح يضربون بقوة ويسجلون رباعية مثيرة جميلة عن طريق الكبير لوفانور اللي سجل هاتريك هذا المساء. غاب طويلا 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 عن التسجيل، لكنه يحلق عاليا 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 هذا المساء. الله على تمريرة، وهوبة واحدة في شباك بنياس، انتهى كل شيء. الإشارة خضراء، يعبر الفريق الأخضر إلى نقاط 3، يعود إلى دانة الدنيا دبي بفرحة كبيرة بعد أن توقف في آخر 7 جولات، ما حقق أي انتصار في آخر 7 جولات، لكن مع لوفانور 1 2 3